الجو هالأيام متقلب، يوم حار، يوم بارد، يوم معتدل. المرحلة الانتقالية من الشتاء إلى الربيع، ومرات يلمح للصيف. راح أعطيكم 10 عطور تنفع لهالأجواء، يعني إذا طلعت والجو معتدل فجأة استوى حار أو بارد ما راح تتوهق، وراح يكون العطر مناسب لكل الأجواء. يلا معانا. من اسينشال برفانز عطر بوا امبريال، اشهر من نار على العلم. هالعطر وايد مشهور، وايد محبوب، لان العطر وايد ثابت، وايد فواح فوق سعره المناسب. والعطر يناسب للجنسين، والاحلى من هذا كله ان العطر تقدر تستخدمه في جميع الفصول، تقدر تستخدمه في الصيف وتقدر تستخدمه في الشتاء. العطر وايد سهل في الارتداء، يعني لا تحس انه في تعقيدات ولا شيء. العطر تميزه راح يكون عادي، يعني ما راح يكون وايد مميز ولا راح يكون وايد مكرر. راح تشم فيه الاخشاب، راح تشم فيه الريحان، راح تشم فيه الامبركسان. عطر جميل كل نوتاته على خط واحد، من انتاج 2020 مثل ما قلنا، وللجنسين ولجميع الفصول. فيه الاكيغا وود، الاخشاب والريحان ونجيل الهند وفلفل تيمور والامبركسان والباتشولي. من هيستوريز عطر This is not a blue bottle ال 1.1. جميل جدا هالعطر، ما تعرف اذا هو عطر فريش ولا عطر سويت ولا عطر رجالي ولا عطر نسائي. العطر مصنف للجنسين لكن يتقلب على مزاجك انت. وثاني شيء العطر مصنف لجميع الفصول، لكن تقدر انت تصنفه على كيفك. تقدر تخليه صيفي، تقدر تخليه شتوي. هو مرشح يكون يعني للصيف اكثر من الشتاء، لكن تقدر تخليه شتوي وصيفي في اي وقت تقدر تستخدمه. العطر ثباته وفوحانه ممتازين. اول ما ترش العطر راح تحس ان ثباته وفوحانه عاديين، لكن مع مرور الوقت راح تحس ان الفوحان يفوح منك من حيث لا تدري. شكله جميل وشكله عجيب وريحته اجمل واعجب. العطر من انتاج 2015 للجنسين ولجميع المواسم. وفي افتتاحيته فيه الالدهايدات، فيه البرتقال والعسل وابره الراعي، المسك، الباتشلي والعنبر. صراحه عطر مميز، صعب تلقى عطر يشبه ريحته. جرب اذا ما كنت مجرب. من نيكولاي بوا بليز انتنس، من احلى عطورات شاي المتة او عشب المتة اللي راح تمر عليك. طبعا هو ماتسوكيتا. عطر جميل جدا، راح يعطيك الفرشنس، راح يعطيك الراحة النفسية، راح يعطيك المزاج كأنك تشرب شاي. العطر في افتتاحيته البرغموت الاسمنتوس، تدخل عليهم ريحة الهيل والقرنفل. شوف هالمكس بين القرنفل والهيل، راح تشم ريحة شاي خدري، شاي مركز او شاي ثقيل حسب ما تسمونه. خليك تمزج كأنك انت تشرب هالشاي الثقيل او الشاي الخدري. جميل جدا. راح يكون العطر صيفي اكثر من شتوي للامانه. مصنف انه يكون للجنسين من انتاج 2020. اول ما ترش العطر راح يعطيك افتتاحيه قويه جدا الصراحه. حتى لو كنت في الاماكن المفتوحه راح تنشم بشكل واضح، لكن سرعان ما تهدى الريحه ويكون يعني الحيز قريب، الفوحان راح يكون الحيز قريب مع الوقت، لكن الثبات راح يكون موجود لساعات طويله. بالافتتاحيه فيه البرغموت الاسمنتوس، فيه الامبريت، الورد، الهيل، القرنفل، عشب المتة، أخشاب القاية، طحلب البلوط، الباتشولي، إنجيل الهند والمسك. جميل الصراحة ما يتفوت. إذا كنت تحب العطور الفريش، عطور الشاي، عطور الهيل، عطور القرنفل، هالعطر ما يتفوت. من كنزو أوم الأودو برفان، عطر في غاية الروعة والجمال. عطر رجالي جميل ومتقلب، راح يعطيك افتتاحية فريش من نسيم البحر، وتدخل عليه ريحة الجلود في القلب والباتشولي في القاعدة. يعني عطر صيفي وشتوي، تقدر تستخدمه في الصيف وفي الشتاء. وفوق كل هذا العطر سهل الارتداء وغير مكرر، يعني راح تحس انه في تميز وفي تفرد عن باقي العطور الرجالية. وثبات وفوحان ممتازين، ما راح يكون وايد صاخب ولا راح يكون عطر ضعيف. من انتاج 2022 رجالي ولجميع الفصول. فيه نسيم البحر والجلود والباتشولي. صراحة جميل، صعب انك تلقاه، لكن العطر موجود، ابحث عنه لان العطر يستاهل. من بارفيومز دي مارلي عطر بيرسيوس. بيرسيوس من العطور الصيفية اللي انا كنت متخوف منها. يعني عطر صيفي، افتتاحية حمضية جميلة، لكن القاعدة الخشبية من الأخشاب الجافة وخشب الكشمير وفي خشب الأرز. تحس إن العطر راح يوهقك، يعني خصوصا في درجة الحرارة العالية. لكن أنا بعد ما جربت تحت درجات الحرارة العالية، طلع العطر أصلا يتفاعل مع درجات الحرارة العالية بشكل جميل وبشكل إيجابي، يخلي العطر يفوح أكثر ويثبت أكثر. إنزين لو نفترض أن كان الجو حار
واستوى الجو معتدل أو بارد. بعد راح العطر يكون جميل، ما راح يكون بنفس الأداء في درجة الحرارة العالية، لكن راح يعطيك أداء ممتاز وريحة جميلة، راح تخليك يعني واثق من نفسك يوم تتعطر من العطر. العطر من إنتاج 2024 يعتبر عطر رجالي ويعتبر عطر صيفي. في الافتتاحية فيه الجريب فروت، البرغموت، الكشمش الأسود، نجيل الهند، الماندرين الأخضر، وإبرة الراعي، وأخشاب جافة، وفيه أخشاب الكشمير والأمبرغريس وبلسم التنوب، خشب الأرز، وحبوب التونكا. جميل ويستحق التجربة. بلو دي شانيل نسخة البرفان من شانيل. هالعطر الصراحة وايد محبوب، وايد مشهور، وايد رجال تحب هالعطر، وايد نساء بعد تحب ريحة هالعطر على الرجال، وفي بعضهم حتى انه يستخدمونه. حتى الفلنكرات يعني ما حد يختلف عليه، في ناس تحب الاي دي تي اكثر، في ناس تحب الاودو برفان اكثر. انا اخترت لكم البرفان نفسه، ليش؟ لان هي النسخه الوحيده من بين هالثلاث نسخ اللي تكون مناسبه لجميع الفصول. يعني لو انت مثلا كان عندك الجو حار واستوى بارد او العكس، ما عندك اي مشكله. العطر صراحه جميل جدا وبثبات وفوحان وايد ممتازين، من انتاج 2018، ومثل ما قلنا يعتبر للرجال ويعتبر لجميع الفصول. العطر فيه بشر الليمون، وفيه البرغموت والنعناع، الشيح، الخزامة، الأناناس، إبرة الراعي، النوتات الخضراء، فيه خشب الصندل وخشب الأرز وخشب العنبر، والآيزو إيسوبر اللي يخلي العطر فواح أكثر وجميل أكثر وثابت أكثر، وفيه حبوب التونكا. معروف الصراحة، حتى ما يحتاج إني أنا أشرح أكثر. من ذا مارشنت أوف فينيس عطر فينيشن بلو انتنس. هذا عطر رجالي فخم ومحير. يعني الصراحة هو عطر صيفي، لكن يعطيك افتتاحية منعشة من الأناناس والتفاح الأخضر والبرغموت والليمون، لكن تدخل عليه بعدين يعني نوتات تخليك أنت تستخدم العطر في الأوقات الباردة، مثل الفلفل الأسود، في أخشاب البتولة، في طحلب البلوط، في مسك، في باتشولي. العطر تقدر تستخدمه في الصيف وتقدر تستخدمه في الشتاء، رغم أنه هو مصنف أنه يكون عطر صيفي، في ترشيحات أنه يكون العطر شتوي، لكن يعني بنسبة بسيطة. لكن يوم تشم العطر فعلا تحس انه عطر تقدر تستخدمه في كل المواسم، يعطيك اللذعة الحمضية، وعلى طول يدخل في السبايسز مثل الفلفل الأسود وغيره من المكونات. العطر من إنتاج 2018 يعتبر عطر رجالي ويعتبر عطر صيفي وربيعي وخريفي وشوي شتوي. فيه الأناناس والتفاح الأخضر والليمون والبرغموت، فيه الفلفل الأسود وأخشاب البتولة، الباتشولي، وفيه الطحالب والأمبرغريس والمسك. جميل بأداء متوسط، يصير أكثر من متوسط إذا كثرت من الرش. يعني أنا دائما أخليه في السيارة، أدخل مكان أترشش منه علشان تكون ريحته وايد واضحة، وجاب لي إطراءات صراحة العطر بشكل رهيب كل ما أسوي هالحركة. يعني لا ترش من البيت وتطلع، لأن يمكن العطر يكون خفيف بعد ساعة أو نص ساعة ما تقدر تشمه بشكل واضح. خله في السيارة تعطر وادخل وريحتك راح تكون وراك. من راف لورن رافس كلاب نسخة البرفان. عطر رجالي جميل الصراحة، عطر سهل جدا ما في أي تعقيد، تقدر بس على طول تفتح الغرشة وتتعطر وتروح الصيف أو في الشتاء، لأن العطر مصنف إنه يكون لجميع الفصول. يفتقر بس في التميز. العطر ممكن إذا شميته يمكن إن في عطور مرت عليك من قبل فيه نفس الدي إن إيه أو ماشي على نفس خط هالعطر. أنا هذا اللي أنا حسيته يوم شميت العطر. يعني أنا صراحة اشتريت عمياني، ويوم شميته حسيت إنه العطر ما في تميز، جميل لكن ما في تميز. المتعة إذا أنت بديت يعني تتعطر من هالعطر، تستخدمه مرة مرتين وثلاث، راح تحس إن في متعة في هالعطر غير ممل. العطر يعطيك الافتتاحية الجميل من التفاح الأخضر والجريب فروت والخزامة، في مرامي، في إبرة الراعي، في أخشاب مثل خشب الأرز، في وايد مكونات جميلة تخلي العطر جميل وسلس في الاستخدام. العطر من إنتاج 2022 ويعتبر عطر رجالي ولجميع الفصول. ممن سيرى انتنس سدرات بوسي. جميل هالعطر وايد جميل. إذا كنت تحب العطور اللي على خط كريد افنتوس صراحة راح تحب هالعطر، ما أقول إنه يشبهه. هالعطر يعني تخيل كريد افنتوس ضايفين عليه شوي جلود، شوي عود كمبودي، شوي فانيلا. صراحة يعني أنا أشوفه وايد جميل هالعطر. يعني لازم كل رجل على الأقل يجرب العطر، ما يشتري، يعني يجرب العطر يمكن أي على ذوقه. وفوق كل هذا العطر يعني بتركيز اكستريت دي برفان، يعني قوي العطر، ثباته وفوحانه وايد ممتازين. يعني عكس النسخة القديمة سدرة بوزي العادي،
كانت شوي ضعيفة. الباتشات القديمة كانت قوية، لكن بعد ما تم إعادة صياغة العطر اللي هو سدرات البوازيك العادي صار أخف عن القبلي. لكن هالنسخة الانتنسيوم نزلت صراحة حطمت المقاييس، جميل جدا، من إنتاج 2021، يعتبر عطر رجالي ويعتبر لجميع الفصول، هو مصنف إنه يكون لجميع الفصول. العطر في الافتتاحية فيه الحمضيات الصقلية والكشمش الأسود والتوابل، الجلود وخشب الصندل الأبيض، العود الكمبودي وأوراق الباتشولي والياسمين، الأمبر جريس والمسك الأبيض وطحلب البلوط والفانيلا. يعني تخيل إذا هو مصنف لجميع الفصول وأنت تستخدم في الصيف عطر فيه جلود، فيه عود كمبودي، فيه فانيلا، هذه الحبكة العطرية في هالعطر ما راح تحس في يعني في درجات الحرارة العالية ما راح تحس إن هالعطر أبدا إنه مزعج. جرب صراحة والله، يعني أنا أنصح كل رجل يجرب هالعطر. من ريمون مانيغال عطر سياستا. سياستا عطر جدا مميز، صعب انك انت تلقى عطر بنفس ريحته، لكن قوي قوي وايد قوي في الثبات والفوحان. يعني العطر مصنف انه يكون لجميع الفصول، لكن اذا جاء وقت الصيف انا الصراحة لا انصح انك انت تكثر من الرش، راح يكون شوي عطر مزعج. العطر اول ما ترشه راح يعطيك الافتتاحية الحمضية بلمسة العسل، لكن تنزل عليه الريحة الباودرية من السوسن، تدخل عليه ريحة الياسمين، فيه مسك، فيه فانيلا، فيه حبوب تونكا، جميل جدا الصراحة. إذا تحب أنت هالنوعية من العطور راح تعشقه، لأنه عطر مميز مثل ما قلت لك، ما راح تلقى عطر قريب من ريحته. العطر من إنتاج 2023، يعني عطر لا يزال جديد، مصنف إنه يكون للجنسين ولجميع الفصول، هو مصنف إنه يكون لجميع الفصول. العطر في الافتتاحية الليمون وخشب الأرز، العسل، إنجيل الهند، فيه السوسن، فيه الياسمين، حبوب التونكا والفانيلا والمسك، بثبات وفوحان صراحة وايد قويين، خصوصا إذا رشيت على الجلد العطر يتفاعل مع الجلد بشكل كبير وبشكل إيجابي. لكن جرب، لأنه ممكن ما يكون على ذوقك، جرب العطر وبعدين أنت راح تعرف إذا كان يناسب ذوقك ولا ما يناسب. إذا كنت أنت من محبين المقاطع القصيرة وما تحب المقاطع الطويلة وتحب خير الكلام ما قل ودل، ولا تحب تدخل في هالتفاصيل كلها، راح أترك لكم حسابي في الانستغرام وفي التيك توك. دائما أنزل قبل ما أنزل في اليوتيوب أنزل مقطع مبسط قصير لنفس المقطع اللي هو نفس العطور، لكن بشرح أقل. شكرا على المشاهدة وعلى المتابعة، واللي بعده ما يتابعني يتابعني، يسوي سبسكرايب ويفعل الجرس، لايك وشير للمقطع. ونشوفكم إن شاء الله في مقطع جاي من المقاطع الجديدة، وإن شاء الله تكونوا استفدتم من هالمقطع. أشوفكم على خير، مع السلامة.